عمل لمدة شهر. أؤكد هذا الخبر أخي صحيح. الغريب في الأمر أنه خصوصا في مقطع بني ملال برشيد ومقطع أيضا مقطع برشيد، هذا الأمر هذا سار فعل، وليست منذ أيام الإضراب، منذ قرابة 3 سنوات وهم يشتغلون بهذه العقود. شهر 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 شهر, شهر. تكريس الهشاشة بامتياز بموافقة طرق السيارة بالمغرب في هذا الأمر هذا. وما هي تكريس الهشاشة في 2016 مازال كان يستغرج عقد مدة شهر، وراه النتيجة كيحصدوها، لأنه واحد مستخدم كتجيبه مدة شهر وعارف نفسه أصلا بأنه في نهاية الشهر سوف يغادر. إذا في هذاك الوقت هذيك الشهر اللي كتوصل ديك 25 كيجمع واحد ما تيسر وماشي. وبالتالي هذا ملي كيقول بأن النتيجة اش كيقولوا الشركة الوطنية بأن المستخدمين كينهبوا أو كيسرقوا أو كذا، راه السياسة ديالهم هي اللي كتكرس هذا الأمر. وكاينين ولكن هادو لا علاقتهم ديك 1100 العدد 1100 وهم مستخدمين الذين يتوفرون على عقود شغل غير محددة المدة. بالنسبه للندوه الصحفيه كما ترون بانه كان هدفها هو تسليط الضوء حول الملف مستخدمين طرق السير المغرب وقطع الشك باليقين حول الادعاءات المغرضه التي خرج بها المدير العام واحد مديريه في التصريحات الاخيره بانه كان ينفي كل علاقه او ينفي اي علاقه بين النقابه الوطنيه والشركه الوطنيه، وينفي اي التزام واي تعهد بين هذا الطرفين. وبالتالي في هذه الندوه قطعنا الشك باليقين من خلال الدلائل والبراهين على مجريات الحوارات ما بين النقابه الوطنيه والشركه الوطنيه، سواء داخل لجنه التقنيه الممثله من مختلف الوزارات المعنيه او داخل لجنه صياغه الاتفاقيه الجماعيه للشغل التي حضرها المستشارين محمد خير اليوسفي والدكتور مامون مبروك الدريبي، وقد اطلعناكم على كل المحاضر. بالنسبه للاجراءات القادمه كما تعلمون باننا نقابه نتخذ ونسلك جميع الأساليب السلمية والقانونية من مراسلات لكل الجهات المعنية ومن مراسلات المعني بالأمر في حالة ما إذا تمادى في سياسة الأذان الصنة والهروب إلى الأمان فالميدان هو الفيصل. وبما أننا نقابة فإننا سنناضل ونناضل ونناضل حتى تحقيق الأهداف ديالنا. بالنسبه للمتطلبات الشغيله فإنها مطالب الشغيله ملخصه في مطلب اساسي هو تصحيح الوضعيه القانونيه للمستخدمين داخل الشركه الوطنيه لطرق السيارة المغرب دون وسيط دون وسيط. هذا هو الاساس، هذا هو المطلب. اما المطالب الماديه فكلها مترتبه من الاستقرار، ان الاساس هو استقرار المستخدمين. اذا احس المستخدم بانه مستقر الكل سياتي، ولكن الاستقرار هو المطلب الاساسي. مرحبا، كنشكروك، الله يحفظك. ولكن الآن نريد أن نقطع الشك باليقين ونريد أن نوضح للرأي العام ونفند كل الادعاءات المغرضة والمزاعم التي تدعيها إدارة طرق السيارة بالمغرب، وبذلك من أجل التملص من التزاماتها ومحاولة تغليط الرأي العام بأن المستخدمين يحتجون خصوصا أو يطلبون أشياء ليست من حقهم، خصوصا فأننا في المغرب بمجرد أن تصرح إدارة عامة بأن المستخدمين يطلبون أو تضيف المباشر في الوظيفة العمومية إلا وكل الجهات المعنية تستنفر. كل الأشكال القانونية والأشكال الحوارية وحسن النية التي عبرنا عنها طوال فترات الحوار يأخذها عمال وعاملات طرق السيار هو تجلي من التجليات الأساسية في مضمون العمل اللي تقدمه الحكومة المواطنات ومواطني شعبنا. فما اللي تيحصل في طرق السيار هو تجلي كذلك من تجليات تبضيع الخدمات العمومية اللي يمكن يستفيدوا منها كل المواطنات والمواطنين في شعبنا. فالطرق السيار هي أحد كذلك تجليات رمزية السيادة الوطنية. فلا كانت رمزية السيادة الوطنية تنتهك فيها الحقوق وتنتهك فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي أصبحت مدسترة من خلال دستور 2011 واللي الحكومة ملزمة وكل الجهات المنوط بها مهمة تنزيل الدستور على أرض الواقع، تيبان لنا بالفعل ما هو مضمون الخدمة أو ما هو مضمون العمل التي تقدمه الحكومة. بوجهة نظر الاتحاد المغربي للشغل في هذا الملف اللي مع كامل الأسف لازال معمر طويلا منذ مدة
اللي المشكل الجوهري فيه هو طبيعة العمل اللي تتقدمه الحكومة من خلال الشركة الوطنية للطرق السيار، اللي هو مضمون عمل غير لائق. ففي الوقت اللي الحكومة من خلال وزارة التشغيل ومن خلال وزرائها في كل المنتديات الدولية يقومون بالتطبيل والتزمير لسياسة حكومية تسعى إلى احترام قانون الشغل وتقديم عمل لائق، العمل في الطرق السيار يفند ادعاءات الحكومية بأنها تسعى إلى تقديم عمل لائق، إلى تبضيع كل الخدمات العمومية، إلى انصياعها الكلي لأسياد مع المستوى الدولي صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي تسعى إلى تبضيع كل الخدمات العمومية وإفراغها من محتواها وجعل الهشاشة تهيمن على سوق الشغل المغربية، واللي صبحات تتمتع العاملات والعاملين في هذا القطاع بحق غريب. اتفاقية جمعية تحقيق الملائمة القانونية بين أحكامها واتفاقات موقعة على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. وهنا بالنسبة للتوقيعات، كانت التوقيعات هذه فإن لديكم في البدء المحضر الأخير، آخر محضر هو محضر اتفاقية تمت صياغة محضر، تم الاتفاق عليه نسخة اتفاقية جماعية وتم توقيع الاتفاقية الجماعية بأكملها وتتوفر 55 فصلا. وأهم فصل هو الفصل الأول الالتزام باستقرار الشغل. والسيد المدير يطالبنا بأن لا علاقة له بهؤلاء المستخدمين. لله عليكم من أين أتينا بهذا؟ ومن وقع هذه الاتفاقية؟ ومن وقع الاتفاقية الجماعية؟ هذه حقيقة الأمر. وهذا هو السؤال المطروح. هل هذا التصريح كان فعلا مسؤولا أم أنه مناورة إعلامية من طرف الشركة الوطنية؟ وتساءلنا أيضا عن مصدر هذا التصريح، لأن نفس الجملة قالها السيد عثمان الفاسي فهري المدير العام السابق إبان إضراب 2011، ونفس الجملة قالها السيد سعيد الحليلي بشراكة مع الطرق السيارة المغرب وبتمويل من الشركاء لتنويع خدمات الطرق السيارة بالمغرب، خصوصا بعد التطور التكنولوجي الذي ستعرفه محطة الأداء داخل الطرق السيارة المغرب، وبالتالي يتم تعويض المستخدمين الذين يأخذون الشغل في إطار التطور التكنولوجي بمشاريع أخرى موازية لخدمة الطرق السيارة المغرب. وهذه هي اتفاقية جماعية منظرة شمولية وتم توقيعها، والمحضر 23 آخر محضر في الملف يوثق بهذه الاتفاقية الجماعية للشغل. وبالتالي هنا نتساءل أمام كل هذه المحاضر والاتفاقية الجماعية للشغل وكل الامتيازات حتى طبيعة عقد الشغل. هذه الندوة الصحفية كتدخل في إطار الرد على تصريحات المدير العام للطرق السيارة أنور بن عزوز اللي نفى فيها أي علاقة لنا به، ونفى جميع الالتزامات ديالو والوعود اللي عطانا في المحاضر الموقعة مع المفوضين ديالو. فالندوة الصحفية كتجي اليوم كرد فعلي وبالحجج وبالوثائق على المدير العام لإثبات العلاقة الشغلية بيننا وبين طريق السيار، لإثبات الحوارات المسترسلة اللي كانت تقريبا شي 50 اجتماع اللي دار في 3 سنة ونصف، واللي أتمر على التوقيع الأول لاتفاقية جماعية للشغل اللي غتضمن السلم الاجتماعي للشركة واللي غتضمن حقوق المستخدمين كاملين. ففي هذا الإطار هذا حنايا كنقابة وطنية درنا ندوة صحفية أولا لتنوير الرأي العام، لتنوير الصحافة الوطنية والدولية حول هاد التصريحات الكاذبة ديال أنور بن عزوز والتملص من الوعود ديالو. طبعا من بعد إن شاء الله راه غتكون واحد خطوط نضاليه تصعيديه الى بقى المدير العام في اطار التماطل ديالو وفي التسويف ديالو وعدم استجابته للحوار، فاكيد غيكون حنا كنقابه وطنيه عندنا واحد الرد يكون قوي على هذا التماطل هذا ولا التصريحات الكاذبه اللي عليه. الندوه الصحفيه ممكن نقولوا انها مرحله اولى رد اعلامي على المدير العام، وطبعا الرد الميداني ان شاء الله غيكون ميداني غيشوفوا بعينيه، لان 48 ساعه ديال الاضراب الحمد لله كان ناجح جدا باعتراف وسائل الاعلام واعتراف المواطنين اللي كانوا استافدوا من المرور بالمجان بجميع مراكز الكبرى لطرق السياره عكس ما صرح به المدير الاستغلالي ديال طرق السياره. اذا حنا الحمد لله حنا عندنا قوه ميدانيه غادي نواجهوا بهذه القوه الميدانيه اللي عندنا، لانه ممكنش حنا نغامروا بواحد المصير 1200 عائله
نخليهم هكذا، نخلي واحد المدير العام يمشي يشرطهم كاملين، ما غنسمحوش له بالطريقه هذه. ولهذا فاحنا ندوة الصحفيين دعيناكم ليها، وشكرا على الحضور ديالكم. تطور المسار المهني، النظام الداخلي، مناقشة النظام الداخلي لمستخدمي الطرق السير المغرب، لأن وضعية المستخدمين فريدة من نوعها. لا نحن خاضعين لقانون داخلي الطرق السير ولا خاضعين لقانون المناولة، فنحن يجب تصدير قانون داخلي خاص بمراكز استغلال طرق السير المغرب، لأن استغلال طرق السير المغرب فمهنة فريدة ووحيدة في المغرب، والشركة الوحيدة التي تتكلف بهذا التسيير هي طرق السير المغرب، ليست هناك شركة أخرى للمقارنة بين هذه المواضيع. كيف ما شاف الجميع بأن مؤخرا في مراكز استغلال طرق السيار كانت مجموعة من الاحتجاجات، بدات بحمل الشارة هذه مدة ديال 20 يوم، وتالتها بعد ذلك مجموعة من الوقفات في مجموعة من المراكز، وبعد تهرب الإدارة وعدم استجابة ديال أي مراسلة ديال المكتب الوطني، فاضطرينا إلى خوض إضراب وطني مدة ديال 48 ساعة. الإضراب كان ناجح ونخرط في جميع المستخدمين، وبعد نهج الإدارة كذلك سياسة الأذان الصماء، فاحنا مازال مستمرين في المسلسل النضالي اللي بحمل الشارة كذلك وبوقفات. وفي الايام القادمه احنا كنتسناو قرار ديال المكتب الوطني بتطير مسلسل ثاني من المخطط النضالي اللي غادي يكون اكثر تصعيد واكثر قوه في مواجهه المدير العام. وهذا الشيء كامل جا بعد التملص ديالو من توقيع الاتفاقيه الجماعيه اللي تمت التوقيع ديالها. هذا الشيء جا بعد التملص ديالو من تفعيل هذه الاتفاقيه الجماعيه. وشكرا.